السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنقدم لكم طاجين مغربي قح كما كنقولوا حنايا. كنحتاجو في المقادير الصدر ديال الدجاج ولا اللحم على حساب، ماشي بالضروري تجيب 3 صدور ديال الدجاج ولا 3 ديال اللحم، جوج بصلات يعني مفرومه ناعمه، وجوج تومات، و3 الحبات ديال البطاطا كتقطعوها طويله، ما تقطعوهاش مدوره، قطعوها طويله، و3 مطيشات مقطعه مربعات صغيره، وشويه ديال المقدونس والتوابل، الملح والابزار والسكنجبير والزعفران والزيتون الاخضر وفلفل الحار، يعني الابزار فلفل الحار. طريقه التحضير سهله كما كيعرف الجميع. غنشد الطاجين، غدير فيه واحد شويه ديال الزيت، مقدار ديال ملعقه كبيره، كنحطو فوق منه وكنحطو البصل، وكنجيبو واحد الاناء حدانا وكنحطو فيه ديك التوابل مع كاس ديال الماء، ونضع في وسط الدجاج، كنحطو في وسط الدجاج والبطاطا وداكشي، وكنرقدو داكشي مزيان تماكين. من بعد كنشدو بصله كنحطوها فوق الدجاج، ثم نضيف البطاطس على حسب الذوق، بغيت تزيد دير بطاطا كثيره دير قليله ما كاينش مشكل. من بعد كنشدو داك الطماطم كنقطعوها كما قلنا مرصوات صغار، وكنشدو المقدونس وكنحطو عليه واحد شويه ديال الفلفل الحار يعني الابزار، وكنشدو واحد الصحيفه، يعني واحد الصحيفه حديديه باش نديرو على حساب الطاجين باش ما يتهرش كما كنقولوا بالدارجه ديالنا، وكنحطو واحد كما قلنا كنحطو على الطاجين باش ونضعو فوق النار. ومن بعد كنخلو الطاجين حتى كيستوي مزيان. من بعد ما ضفنا البهارات التوابل وداكشي كنخلو حتى كيستوي مزيان، كيطيب على خاطرو، وبالصحه والراحه، ودمتم في رعايه الله.